أهدى طولون، حاكم بخارى، أهدى طولون اللي هو أبو أحمد ابن طولون إلى الخليفة المأمون. ولما راح ولقاه أمين وكويس وكده فضل يترقى لحد ما وصل لمنصب اسمه أمير الستر. ابنه طولون اتولد من جارية تقال لها قاسم أو هاشم. المراجع بتقول اسمها قاسم والمراجع بتقول إن اسمها هاشم. المهم ولد له ولد اسمه أحمد. تربى أحمد في القصور في الأول تربية أولاد الملوك في وسط الأمراء والملوك، ولكن أحمد كان مختلف، كان ذكي، كان ورع، كان عنده شغف لتعلم حاجات مختلفة. معظم أبناء العباسيين كانوا بقى حياة الترف بقى والغنى، وبعد عصر هارون الرشيد والفلوس بقى والكلام اللي احنا عارفينه ده. فأولاد العباسيين وأولاد الملوك والأمراء في التوقيت ده كانوا يعني عايشين حياة ايه؟ ترف وبذخ والدنيا تمام التمام. لكن أحمد سافر لمدينة اسمها مدينة طرسوس على الثغور أو على الحدود، وبدأ يتلقى العلوم هناك، علوم حربية، عسكرية، دينية، أدبية، فلسفة. تعلم حاجات كتيرة قوي في مدينة طرسوس، ورجع علشان يشتغل مع الخليفة بعد ما أبوه مات، وتولى منصب أبوه، يعني الخليفة ولاه نفس المنصب اللي أبوه كان ماسكه. وعمل موقف حلو قوي كده. طبعا احنا عارفين بقى الخلفاء والعباسيين والتنحرات، وام ده عايزه ابنها اللي يمسك، ولا ام ده عايزه ابنها اللي يمسك. فمن ضمن القصص يعني ان بعد ما شالوا احد الخلفاء وكانوا باعتينه، خلاص هم باعتينه عشان اصلا هيروح للاعداء وهيتعدم، بس ام الخليفه كان اسمها قبيحه، وهي كانت قبيحه. عرضت على احمد بن طولون ولايه واسط. فاكرين مدينه واسط اللي انا كنت بتكلم عنها من شويه، عاصمه اداريه في العراق؟ عرض عليه، قالت له اقتله في الطريق احسن يروح هناك ويسامحوه، احسن يروح هناك ويهرب، اقتله في الطريق واوليك واسط. فقال لها كيف لي ان اخون رجل بيني وبينه ايمان الله المغلظه؟ مش انت لما بتروح للخليفه تديله البيعه بتقسم بالله ان انت تكون في بينك وبينه امان؟ فما رضاش وراحوا سلموا الاعداء والراجل موتوه هناك. بس انا يعني انا ما اخونش الامانه، انا عندي وظيفه هعملها من غير ما اخون. نرجع تاني بقى لشيء العاصمه. احمد بن طولون اتربى فتره طويله في مدينه سامراء. سامراء اللي هي سره من رأى، كان فيها شويه سمات مختلفه كده في الانشاء. طبعا العراق والمنطقه اللي هناك دي كانت متاثره بحضارات ما بين النهرين، ومتاثره بالفرس، ومتاثره يعني ليها شويه ثقافات وحضارات وطرق بناء واساليب ومواد بناء. الموضوع كان عندهم قديم وعتيق زي عندنا في مصر، مش زي الجزيره، مش زي الجزيره العربيه. الموضوع كان فكان جاي متاثر قوي بالفكره. فقرر ان هو هيبني العاصمه الاولى بتاعته وفيها من روح مدينه سامراء. بنى العاصمه اسمها مدينه القطائع. اول حاجه اختيار الموقع، شمال، ما عنديش غير شمال، هطلع لفوق، ما قداميش طريق، ما فيش طريق، ما فيش مفر، طلع في الشمال الشرقي. وميز له المنطقه ان المنطقه فوق هضبه جبل يشكر، فالمنطقه مطله على ما حولها، وخد هو قمه الهضبه بقى عشان يحط فيها ايه؟ الحاجات الحلوه بتاعته. عمل ايه؟ اول حاجه ليه اسمها القطائع؟ لانه اقتطع فيها كل قطيعه لمجموعه من الجند بتوعه. هو اول واحد كون جيش من المماليك، تاني احمد بن طولون، اول مملوك حكم مصر، ولكن ما كانش حكمه اسمه الحكم المملوكي، كان احمد بن طولون. واول واحد كون جيش من المماليك كان احمد بن طولون. جاب من الترك وجاب من السودان ومن الحبش ومن الصقالبه، لم كل مجموعه منهم اقتطع لهم ايه؟ قطيعه مش قطيعه يعني قطعه من الارض، حي يعني منطقه. فسميت العاصمه بالقطائع يعني القطع المتجاوره. وجه على احلى حته بقى، راس التورتايه من فوق كده، وراح حاطط ايه؟ الجامع، القصر، القصر الجامع الطولوني. طبعا قصه الجامع الطولوني دي قصه طويله شهيره عريضه، برضه بنحكيها في يوم المساجد والجوامع، ولكن هنقول نبذه عنها سريعه. يعني احمد بن طولون لما جه مصر شاف جامع العسكر وجامع الفسطاط، وشاف ان الجامعين دول تعرضوا لمجموعه من الكوارث كان بتتنوع ما بين الحريق والغرق. الفسطاط جامع عمرو تعرض كتير لفيضان النيل وكان بيغرق لانه كان بيبقى مبني من الطمي او من طوب اللبن،
ومن الجليد، فكان بيغرق ويعاد بناؤه. عشان كده جامع عمرو اتعاد بناؤه كتير جدا، وكان بيتحرق لانه كان برضه من الجليد. بعدها جامع العسكر اتحرق كذا مره لانه برضه كان بيتعمل من مواد قبل الاحتراق. فاحمد بن طولون لما جه يبني المسجد على قمه الجبل طلب وقف برضه، ولتكن القصه فيها جانب من الصحه او عليها شويه تحابيش وبهارات. يا اولاد الحلال اني اريد ان ابني مسجدا حلالا، اذا احترقت مصر بقى واذا غرقت مصر بقى، اريد ان ابنيه من مال حلال.